السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة بقى معانا فيديو جديد زي ما انتم شايفين. هنعمل النهاردة طريقة عمل المرغولة. دي يعني الملوخية الناشفة، بنعملها بطريقة كده سهلة وبسيطة. يعني دي ملوخية احنا منشفينها يا جماعة، غسلينها كويس ومنضفينها ومقطفينها ومنشفينها في الشمس لغاية ما نشفت معانا بالشكل ده. هتجيب بقى معايا بصلتين كبار، 3 حبات من طماطم، ليمونة، قرن فلفل، وبرضه قرن فلفل يعني حار، وقرن فلفل عادي. هنقطع أول حاجة يا جماعة البصل، هنقطعه ممكن تقطعي في الكبة، أو بس أنا قطعته على ايديا كده، ما يبقاش يعني تقطيع ناعم يعني وسط. عايزين يعني البصل يبقى باين في الملوخية كده يعني. وهنقطع برضو هنقطع برضو الطماطم مكعبات برضو صغيرة، والفلفل والشطة. طبعا قرن شطة طبعا ده اختياري طبعا. لو انت مش حابة تحطي ما تحطيش، ولو انت حابة برضو تحط فلفلة خضراء برضو ده اختياري برضو. ممكن تكتفي بس بالطماطم والبصل. الطريقة دي يا جماعة دي طريقة عندنا يعني هنا، طبعا بتختلف في كل محافظة في كل بلد يعني والتانية. احنا في محافظة دمياط بنسميها الملوخية الناشفة يعني بنسميها مرغولة. انت عندكم بقى عايزاكم تقولوا بقى في التعليقات انتوا عندكم في بلدكم بتسموها ايه. انا كل بلد بتسميها لها اسم يعني، فاكتبوا لي في الكومنتات بقى لو انت من بلد تانية يعني وبتسموها باسم تاني، قولي لي بقى بتسموها عندكم ايه في بلدكم يعني. زي ما انتوا شايفين قطع بس البصل، قطعت البصل خلاص كده، خلاص اهو. هقطع برضو طماطم برضو مكعبات. الطريقة دي يا جماعة سهلة يعني عايز اقول لكم ان هي يعني تحفة في الطعم. طبعا دي مختلفة عن الملوخية العادية، دي ملوخية ناشفة انما مش ملوخية خضراء تانية. يعني دي طعم ودي طعم، ودي طريقة ودي طريقة. فانا قلت ان انا اشارككم يعني معايا، اوريكم بقى يعني عشان لو مش عارف، لو مفيش حد اصلا عارف طريقتها او اول مرة تشوفيها تجربيها معايا. والله بجد هتعجبكم قوي. تنفعك بقى في فطار، في غدا، في عشاء، حاجة تفتح نفسي كده وتغيير. لو انت بقى اول مرة تشوفي الفيديو، اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بإذن الله. و... واهم حاجة دوسوا لايك، دوسوا لايك يا جماعة، عشان انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات من غير ما تدوسوا لايك. اللايك ده هو اللي بيخلي الفيديو ينتشر اكتر، ناس كتير يعني اكتر يشوفوه. فبالله عليكم اللي اتفرج على الفيديو يدوس لايك، وقولوا رايكم في الكومنتات. وانتوا شفتوا كملتوا الفيديو للاخر وعجبتكم طريقتي في طريقة عمل المرغولة. قولوا في التعليقات رأيكم فيها، ووريت تجربوها، واللي يجربها يقول لي ايه رأيه فيها يعني. هتعجبكم والله بجد، بس اعمليها بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها ديت. هتحبوها يعني. زي ما انتم شايفين قطعت البصل اهو والطماطم والفلفل اخضر وفلفل حار. هحط بقى كل المكونات دي كلها احطها على بعض مع البصل، بس قبل ما احط الفلفل والطماطم احط شوية زيت على البصل عشان يعني عشان ما يبصش ويبقى يفضل بالطعم بتاعه. واحط عليه بقى شوية ملح. البهارات بقى مش هحط بهارات خالص بقى، انا هحط ملح بس. يعني الملوخية الناشفة دي يا جماعة مبتحطش فيها بهارات، بتحط فيها بيحط فيها ملح. طبعا ممكن تحط بقى شطة، لو انت محطتش شطة قرن شطة يعني حار، ممكن تحطي شطة بودر عادي لو انت عايزاه يعني حراقة شوية، بس مش اكتر من كده. هقلب بقى الزيت مع الفلفل مع المكونات اللي احنا قلنا عليها، البصل والطماطم والفلفل والملح، وبس كده. هحط بقى الملوخية واحط مية ساقعة. يعني هي الملوخية دي يا جماعة حلاوتها ان انت تاكليها سقعانة، ما تاكليهاش يعني بعد ما تعمليها. يعني مثلا تحطي مية من الحنفية تحطيها في التلاجة شوية، وتحاول ان انت ما تخليهاش تقيلة، تخليها خفيفة شوية، لان طبعا اما بتقعد بتتقل شوية. فانا حطيت بقى حطيت شوية، يعني مش هحط طبعا الكمية كلها، هحط حسب
ما اشوفها بقى هي عايزة ولا لا، احط لها مية واظبطها حسب ما هي إيه عايزة. يعني ما تحطيش الكمية كلها الا لما تشوفي يعني. احط بقى شوية واقلب، احط المية واقلب واشوف. اللي لقيتها عايزة شوية ملوخية كمان بزودها شوية ملوخية. يعني تعملي الكمية حسب الكمية اللي انت عايزاها بقى. لو انت عايزة كمية كبيرة بتكتري، عايزة كمية على قد الغدا او على قد اليوم يعني، بس بتظبطي انت بقى حسب ما انت عايزة. اه خلاص كنت بظبط بس المية. وبكده يبقى خلصت طريقة عمل المنغولة يا جماعة، والله سهلة وبسيطة. وقولي في الكومنتات بقى انتوا بتسموها عندكم في بلدكم ايه. هظبطها بقى واحطها في التلاجة لغاية ساعة الغدا. احنا كنا في اليوم ده كنا هناكل عيش، فقلت بقى اما اغير لهم شويه من الملوخيه العاديه بتاعتنا المعتاده، واعمل كان عندي شويه ملوخيه ناشفه، قلت اما اعمل لهم بقى شويه حلوين تغيير بقى من الملوخيه التانية. في الاخر بقى خالص بتعصري ليمونه. عصرة الليمونه دي يا جماعه بتنقلها في حته تانية وبتخليها طعم حلو يعني. وكمان بتحفظ الخضار اللي احنا حطيناه، ما يعني حتى لو قعدت معاكي تاني يوم ما يجرالهاش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كده ظبطتها بقى، هي دلوقتي مظبوطه. لو انت بقى حسيتي بقى تحطها مثلا في التلاجة، حسيتي هي تقلت معاكي شويه، ممكن تزودها حبه ميه. انا بقى دلوقتي حسيت ان هي عايزه طماطم شويه، فزودت لها قرص طماطم كمان. احنا بنحب فيها يكون فيها طماطم كتير والبصل وكده يعني. طبعا زي ما انا كنت بقولكم من شويه ان كان لسه في حبه شويه منغوله في الطبق، شويه قصدي ملوخيه ناشفه، طبعا ما حطيتهمش. عندهم بقى مع حبه تانيين مره تانية. واظبط بقى الملح، حسيت لي عايزه شويه ملح برضو زودت لها شويه. وبكده يكون خلصنا الملوخيه الناشفه او المرغوله الدمياطي. قولوا بقى عندكم بتسموها ايه. كده خلاص. هحطها بقى في التلاجة لساعة الاكل. وبعد ما يعني تغرفي منها بقى يعني في يعني اول باول يعني. يعني ما تحطش كل الكمية كلها مرة واحدة، يعني على قد الاكل بس. والباقي تحفظيه في التلاجة تاني. هي بتقعد في التلاجة يعني يوم او اتنين بكتير اوي، ما تقعدش اكتر من كده عشان البصل اللي فيها وكده. طبعا احنا حطينا على البصل زيت، مش هيجراله اي حاجة. وبكده يكون خلصنا الفيديو مع بعض النهاردة. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو منكم كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.